اهلا بيكم بتاني حلقة من سلسلة حلويات الدفا. هنعمل النهاردة طواجن الدفا والسعادة. مين فينا مش بيحب البطاطا؟ واكيد زهقانين من طرق تقديم البطاطا التقليدية. جبت لكم النهاردة الطواجن دي طريقة جديدة لتقديم البطاطا. الطواجن دي بتتقدم في محلات الايس كريم والرز بلبن، فلازم نجربها لانها تستحق التجربة. انا صباح مجدي، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك وكومنت. يلا بينا نبتدي. اول حاجه ده كيلو ونص من غسلها كويس جدا ومقشراها، وقطعيها اي تقطيعه بس ما تكونش تخينه قوي او سميكه قوي، عايزينها ايه يعني رفيعه يا سميكه. كل ما بقت رفيعه كل ما تستوي اكتر. بعدين بقى هنجيب حله تكون عميقه وكبيره شويه، وبعدين هننزل بالبطاطا في قلب الحله دي، وهنزود عليها معاكي من نص لتر اللي هو 500 ملي ل750 ملي، ده حسب الكمية اللي معاكي. هننزل بالمية على البطاطا، بعدين هنقفل. عن حطيت هنا 750 ملي من المية عشان الكوب ده 250 ملي. هغطي بقى وهحطها على نار متوسطة، هتاخد معاكي تقريبا نص ساعة. مش هضيف معاها اي حاجة، هنعمل تيست بس كده نتأكد منه ان هي دابت واستوت قوي قوي. شايفين استوت ازاي ودابت؟ هتضغطي كده بالشوكة تتهري في ايدك، وده اللي احنا عايزينه. كده البطاطا جاهزة معانا، يلا بينا. ممكن بقى ان احنا نضيف اولا، هنضيف نص كوباية من الحليب. تمام، ده هتخليها كريمي قوي قوي. وبعدين هنضيف عليها معلقتين من السكر ومعلقتين من جوز الهند، وممكن تقدري تضيفي معلقتين من القرفة حسب اختيارك، لو انت من الناس اللي بتحب القرفة وبتفضلها. وبعدين ههرسها بهرسة البطاطس بالطريقة دي لحد ما تبقى ناعمة جدا. في ناس بتقدمها بتبقى قطع كده ما بتهرسهاش قوي، وفي ناس بتعملها كريمي بزيادة زي بالهاند بلندر، اللي تفضليه. كده اول جزء خلص. هنيجي بقى نجيب الطواجن الفخار دي، او نجيب قوالب البايركس او اي حاجه عندنا هتدخل الفرن، او ممكن نعملها في طاجن كبير برضه. هنبدا ان احنا نحط في الطاجن كده املى تلتين الطاجن ده، هملى تلتين. حط بس بالكوب المعياري ده عشان ليه قاعده من تحت كده اقدر اوزع بيها في قلب الطاجن واسويها بالطريقه دي. هستمر على هذا المنوال لحد ما اخلص الطواجن اللي معايا. انا خدت مني 6 طواجن، يعني كيلو ونص بطاطا ده عمل لي 6 طواجن. كده خلصت كل الكميه معايا. هاجي بقى اعمل الكريمه. يلا، ده تاني جزء في الفيديو. معايا كيلو كامل من الحليب، يعني 4 كوبايات من الحليب، عليهم 4 معالق من السكر، عليهم 4 معالق من بودرة الكاستر، ومعلقتين من جوز الهند، وممكن تقدري تضيفي اي مكسرات انت عايزاها، زبيب او اي حاجه انت عايزاها. ومعايا باكت من الفانيليا. هقلبهم الاول على البارد، وبعدين لما السكر يدوب وكل حاجه تمتزج معايا هحطهم على نار متوسطه لمده 3 دقايق لحد بس ما القوام يتقل معايا. وبعدين هحطهم على البطاطا وهستنى 5 دقايق لحد ما الكاستر يهدى، وبعدين هرش رشه سكر من فوق. لو حطيت السكر والكاستر ساخن السكر هينزل تحت، فاستني لحد ما يهدي رشة سكر من فوق. دي هتفرق في لون الطاجن من فوق بصراحة. بعدين هحطهم بقى الفرن من فوق، بس هشغل الشواية بس مش هشغل من تحت. تاخد معايا 20 دقيقة تقريبا او 15 دقيقة على نار عالية. هحط من فوق بس وبس. وصفة خلصت. ولما تطلع بقى تزينيها بقى، ممكن تحطي عليها ايس كريم زي بتتقدم في المحلات، او ممكن تحطي عليها جوز هند او اي مكسرات انت عايزاها. وصفة خلصت، اتمنى تجربوها. سهلة بسيطة حلوة جدا جدا. ويا سلام بقى لو تسيبيها ساعتين في التلاجة، بتبقى في حتة تانية فعليا. جربوها، حلوة جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام.